بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. الفيديو رقم 2: هل انت جاهز عشان تشتغل ولا لسه؟ ده تاني فيديو في البلاي ليست اللي اتكلمنا عنها، الخاصة اللي هي تخليك تبقى ماشي على الطريق ان شاء الله. بنتكلم فيها برا البروجرامينج خالص. اتكلمنا الفيديو اللي فات عن فلاتر واللي اتعلمنا فلاتر. الفيديو ده هنتكلم هل انت جاهز للشغل ولا لا. ياريت تعمل لايك وتعمل شير عشان الناس كلها تستفاد، وبرضو هسيب الحاجات بتاعته كلها تحت في الوصف. هسيب جروب الواتساب، هسيب كل التفاصيل دي موجودة يعني ان شاء الله. بس اعمل لايك يا ريت عشان الدنيا تمشي معانا شوية. بص يا بيه، في الانترودكشن خد بالك ان انت محتاج يكون عندك الاساسيات الخاصة بالشغل اللي هي فلاتر العادية، وعملت شوية مشاريع، عملت شوية حاجات مهمة. لازم تكون مشيت على الخطوات دي، ان زي ما قلت الفيديو ده مش هطول قوي. بس انا هقول لك الدنيا ازاي. انت في الفيديو ده انت اللي هتعرف هل انت جاهز ولا لا. انا مش هقول لك انت جاهز ولا لا. طيب زي ما قلنا الاول، انت لازم يكون عندك الدارت وفلتر، وتكون مظبط نفسك واشتغلت على اكتر من فكرة في الحاجات دي. زي ما قلنا ان انت تكون اشتغلت على مشاريع حقيقية، مشاريع تكون لما تقدمها لحد يحس ان انت حد مختلف. يعني ايه مشاريع لما تقدمها لحد تحس ان انت حد مختلف؟ ما تروحش تقدم له تو دو ليست، ما تروحش تقدم له برنامج بيعلي باللغة اليابانية، ما تروحش تقدم له برنامج اتعمل 9000 مرة في الكورسات. قدم له برنامج او اتنين او تلاتة استخدمت واحد فيهم الفاير بيز، واحد الاي بي اي، واحد جيت هاب رفعته على جيت هاب، يعني كلهم المفروض رفعتهم على جيت هاب، بس واحد مثلا استخدمت فيه كيوبيت، واحد استخدمت فيه جيت اكس، واحد ظبطت فيه الفاير بيز، استخدمت فيه كذا حاجة. لازم تقدم حاجة حقيقية وما تستعجلش الشغل. يا رب، دي مصيبة بتحصل عند الناس كلها، بتستعجل الشغل. بيحس ان هو اول ما يخلص اول كورس يا نهار ابيض انا ازاي قاعد مشتغلتش. يا معلم الناس مش هتموت عليك، مش هيموتوا عليك، في منك كتير، الدنيا مليانة. لو انت مش مختلف محدش هيشغلك، والله لو مش مختلف محدش هيشغلك غير اللي تحت بير السلم، ودول برضو موجودين كتير وهيشغلوك وهتكره حياتك، ممكن تنتحر عادي يعني. بالذات في مصر الدنيا مرار، في مصر صعبة قوي. ايه تاني عندنا؟ ازاي بتحل مشاكلك اللي بتواجهك يا معلم؟ زي ما قلنا موضوع السيرش هو دي اهم ميزة تتعلمها. ازاي بتحل مشاكلك لما بتقابلك؟ انا عن نفسي باخد المشكلة بتاعتي بطلع بيها على ستاك اوفر فلو. المشكلة اللي بتقابلني انا متأكد مليون في المية ان هي قابلت حد غيري قبل كده، وباخدها واروح بيها. نادر تقريبا انا ما قابلتش في حياتي مشكلة يعني ما لقيتلهاش حل من اول مرة. انا باخدها ستاك اوفر فلو، بلاقيها توفيق من عند ربنا بقى، ما اعرفش ايه، يعني الدنيا بتمشي. بعدين بخش على اليوتيوب، لان كل جهاز بيكون مختلف عن التاني، فممكن انت اصلا في ستاك اوفر فلو بتلاقي مثلا 4 5 مجاوبين إجابات كلها مختلفة عن بعض، بس كلهم صح، كلهم اشتغلوا معاهم على أجهزتهم المختلفة. فأنت شوف جهازك هتتناسب معاه إيه وحاول تحل المشكلة. زي ما بقولك بروح لليوتيوب وبشوف أكتر من فيديو بمشي وراهم، وبلجأ لشات جي بي تي. شات جي بي تي بلجأ له عشان أفهم المشكلة بتاعتي إيه أصلا. ساعات ما بكونش عارف المشكلة فين، يعني بكون أصلا تايه، بروح له فصص لي الموضوع، فسرهولي، خليهولي سيمبل، ونشوف الدنيا على إيه. هنا احنا بنقول ايه؟ لازم يكون عندك معرفة كبيرة بالأدوات اللي احنا اتكلمنا عنها. يعني ايه يا معلم؟ هل انت لو جينا النهاردة قلنا لك يا معلم هنشتغل بروفايدر، تاني يوم في مشروع جديد دخل علينا وقال لنا هنشتغل كيوبيت، تالت يوم مشروع جيت اكس، هتعرف تنط من دي لدي ودي لدي تشتغل في الوضع ده؟ ده شغل الشركات عشان تبقى فاهم يعني. انما شغل الفريلانس اسهل من كده بكتير قوي، بكتير قوي. والفيديو اللي جاي هنتكلم عن الموضوع ده يعني. هل في الفاير بيز اشتغلت على كام؟ ورينا اللي اشتغلت عليه في الفاير بيز. الجيت هاب، الجيت هاب لازم مليون في المية. الاي بي اي ماشي، لازم تشوف مشروع انت فعلا تكون محتاج تعمله،
يعني بتحب الكورة اعمل حاجة عن الكورة، عايز تعمل حاجة قرآن اعمل حاجة قرآن. أهم حاجة إن أنت تكون اشتغلت على حاجة فعليا محتاجة الموضوع ده يعني. اوعى تسيب موضوع ال API، موضوع الجيت هاب، موضوع الفاير بيز، الستيت مانجمنت أساسي 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 حتى في كله يعني. إنما الستيت مانجمنت أنت مش مضطر ليها قوي لو أنت تشتغل فريلانس يعني. النهاية الملخص، أنا زي ما قلت لك إن إحنا اتكلمنا في الفيديو ده عن المؤشرات اللي أنت هتحدد فيها بنفسك هل أنت جاهز للشغل ولا لأ، هل أنت كده اسمك فريش ولا لأ. عامة في مصر صعب أوي يشغلوا فريش يعني، بس يعني سيبك من الكلام ده، حاول تشتغل فريلانس مع نفسك وعيش حياتك. خليك عارف لو لقيت عندك المهارة دي حلو أوي خد الخطوة، لأ مش عندك بلاش عشان ما تحبطش. في ناس بتحبط وتقولك أنا بقالي سنين بتعلم. يا عم اسكت، يا عم اسكت، أنت معملتش حاجة أصلا في حياتك كلها. أنت ولا اتعلمت ولا أنت بتاع مش عارف ايه ولا أنت مش عارف ايه، لأ أنت قاعد طول الخط عمال تقول أنا والله والله. اللي شاطر بيلاقي الشغل على طول. الشاطر اللي المجتهد بيلاقي الشغل على طول. عشان بس في ناس بتقول ان هي تعبت ومش عارف ايه. توفيق من عند ربنا، رزق مكتوب رزق مكتوب. بس انا بقول لك اهو اللي بيتعب بيلاقي يعني، ما ملهاش حاجة تانية يعني. زي ما قلت لك النصيحة بقى، خليك وقت ما تكون جاهز قدم، مش جاهز خلاص بس خد خطوات تقربك من الموضوع اللي انت انك تكون قريب من الموضوع. الشغف والتجربة هو ده بس مجرد النصيحة، بس الشغف ده ما سيبك منه يعني. اللي بيحرك الإنسان هو الخوف. لو انت خايف ان انت بكرة ما يبقاش معاك فلوس هتجري، هتشوف الطريقة اللي تجيب بيها فلوس. والله دي أهم نصيحة. لحد ان انا خلصت يعني. شيرك، لايكك، مشي حياتك معايا. ولو عندك اي حاجة ابعتها واكتب لي في الكومنتات وهرد عليك وهنظبط الدنيا ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.